طبعا الدنيا مقلوبة من امبارح من ساعة الحوار بتاع الكابتن أحمد سليمان مع مهيب والسيد أبو حفيظ والكلام اللي قاله. فأنت دلوقتي الإعلام مقسوم نصين، نص بيأيد للكلام ده ومتعاطف معاه، ونص تاني لا. فالمؤيد طبعا زملكاوي ده أكيد 100 مليون في المية، واللي هيعارض هيبقى أهلاوي زي اللي حصل مع أحمد شوبير. وفي ناس عارضت زملكاوية بس عاقلة شوية، يعني ايه بتفكر في الموضوع شوية، هو ايه اللي هو بيقوله ده ما ينفعش يقوله في الإعلام ده. يعني انت مثلا تيجي لواحد لإبراهيم عبد الجواد، هو على فكرة زملكاوي بس طلع ينتقد امبارح محدش طلع يكلمه، يعني مش زي أحمد شوبير يعني اللي طلع لنا النهاردة. زي ما هتشوف كده كابتن حسين لبيب قرر رفع دعوى قضائية على الإعلام أحمد شوبير بعد الحديث غير اللائق على الكابتن أحمد سليمان في قناة الأهلي. برافو كابتن حسين. لا وفي الآخر عمل له كده. صفحة المختلط دي صفحة كبيرة للزملكاوية. طب ليه ما جابش سيرة إبراهيم عبد الجواد؟ لأنه زملكاوي يقول زي ما هو عايز. يعني أنت مش فارقة بقى عشان أحمد شوبير في قناة الأهلي وأهلاوي وبيدافع عن ابنه وبيتكلم وكلام غير لائق. طب هو اللي ينفع اللي أحمد سليمان ده قاله وينفع يتقال؟ يعني أنت دلوقتي رئيس النادي بيقول كده، هي مع الصفحة اللي حطها معرفش ده حقيقي ولا لا، بس دي صفحة كبيرة لقناة الزمالك. ورفع دعوة قضائية. طب اشمعنى إبراهيم عبد الجواد؟ اشمعنى الناس اللي انتقدت؟ لا ده عشان أهلاوي بيطلع في قناة النادي الأهلي، فاحنا نضايقهم ازاي او نعكن عليهم ازاي او نعمل اي بوليكه ازاي؟ فاحنا نجيب واحد اهلاوي وفي قناه نادي الاهلي. فانت لو بصيت للاعلام بقى كلهم زملكاويه. خالد الغندور طالع في البرنامج وجايب اتنين اهلاويه واتنين زملكاويه يقعدوا يردوا على بعض. مهيب زملكاوي، ابراهيم عبد الجواد زملكاوي، مين تاني؟ كل ما فيش اهلاوي. اسلام صادق زملكاوي اللي هو طلع انتقد حسام حسن اللي كان حبيبه من يومين وعمال يطبله، فدلوقتي انتقده عشان التصريح اللي قاله مش هنزل عوادة لما اطمن ان النتيجة تبقى 2 3 4 ونبقى نتيجة ايجابية عشان ننزل عواد. فانت طالع تنتقد اللي هو انتوا عواد من شهرين ما كنتش عايزينه وعايزينه يمشي. لعب ماتشين السوبر بقى خلاص، عواد هو اللي هنا وهو اللي هناك. وازاي شوبير يروح يترشح لجائزة أفضل حارس أو أفضل لاعب أيا كان؟ ما أنت عندك زيزو مترشح، ما تبص إن زيزو مترشح، لا إزاي؟ لازم يبقى كله من نادي الزمالك. فهو لازم ان في حد اهلاوي هناك في الكاف. المتسيب ده عياله اهلاويه او مراته وهي اهل بتشجع النادي الاهلي، فده خلاص ده في دماغه. ما بسطوش ليه النهائي بتاع الوداد لما اتلعب في المغرب؟ طب ما فين الاهلاويه في كده؟ طب ما هو الاهلي انضحك عليه والاهلي اتظلم فيها، ما سمعناش صوتكم خالص. فسيبك من الحتت دي كلها. الناس كلها طلعت انتقدت. يعني خالد الغندور جاب اتنين بينتقدوا احمد سليمان واتنين بيطبلوا. حتى اللي بيطبل ده حتى لما جت اختيارات حسام عبد المجيد احسن مدافع، عواد احسن مهاجم، عواد احسن جول، زيزو افضل لاعب. طب يا الراجل بيقول له حتى قولي الحقيقه ما تنكسفش اما بيجي مثلا رامي ربيعه ولا حسام عبد المجيد. لا حسام. المقارنه ظالمه لطاهر وزيزو. الناس قالت لك طاهر بدايته حلوه، ما قالتلكش ان طاهر احسن من زيزو او ايا كان. بتقول لك البدايه دي غير البدايه دي. هنيجي لموضوع زيزو عشان هما ماسكين زيزو وزيزو هيروح الاهلي. يعني هما اللي بيطلعوا الموضوع. يعني انت بص مش هنأخرها. خد السكرينه دي برضو من صفحه كبيره اللي هي المختلط بتاعت نادي الزمالك. لا واحد خيال واسع قوي يعني والله العظيم. ده ينفع اللي هم بينتجوا اللي هم بيألفوا السيناريوهات ده ينفع والله جامد. زيزو امبارح دخل التاريخ من اوسع ابوابه. شوف يعني دخل من اوسع ابوابه. الحكايه بدأت بمكالمة تليفون الساعة 2 وربع فجرا. يعني الواد محدد، بص يعني 2 وربع محددها بالظبط. سيناريو جامد. معرفش عارف ازاي يعني المكالمة عارفها. يعني هو ما يعرفهاش غير لما حد يكون مراقب تليفون زيزو، او حد او انت كنت نايم جنب زيزو. ما حاجة من الاتنين، لا اما انت كنت نايم جنبه لا اما انت شغال في شركة الاتصالات ومراقب خط بتاع زيزو. ماشي. اتفاجئ ان تليفونه بيرن، اكيد هيتفاجئ. حد بيرن الساعة 2 وربع اكيد هيتفاجئ في وقت متأخر زي ده، وكان متردد يرد. انت عايز تحللها يعني ان هو بينام بدري كان متردد يرد ان هو نايم بدري مثلا، ولا ما نفهمها يعني ايه متردد يرد دي؟ المهم ان هو رد. كان متردد يرد ولا لا، لكن قال يرد لا يكون في حاجة حصلت ولا حاجة. صح عشان زيزو كان بينام بدري. المفاجأة كانت من المتصل نفسه وهو كابتن محمد رمضان. الو ايوه يا زيزو. يرد مين معايا؟ قال له انا كابتن محمد رمضان المسؤول في النادي الاهلي وحابب اتكلم معاك في موضوع زيزو. يعني انا بكلم زيزو، انا عايز اتكلم معاك في موضوع زيزو. انا بكلم زيزو يعني المفروض انا بكلم زيزو
عايز اتكلم في موضوع معاك يخصك، المفروض اقول يخصك، لكن ايوه يا زيزو انا بتكلم معاك في موضوع يخص زيزو. زيزو ده واحد تاني ولا زيزو انت بقى؟ ما المفروض يقول له مخصوص موضوع يخصك انت. ده يعني غلطة من المؤلف ده، فالمفروض تعدي الحتة دي. قال له اتفضل، قال له احنا من الاخر عايزينك معانا السنة دي تلعب كاس عالم ودوري ابطال وهتعمل تاريخ بالاضافة ل 150 مليون. تحب نمضي امتى يا زيزو؟ زيزو بقى ضحك وقال خلصت يا كابتن، انا ابن نادي الزمالك. هو ابن نادي الزمالك فعلا؟ مش عارف انتوا مصدقينها ازاي دي. انا ابن نادي الزمالك وحب جمهور الزمالك بفلوس الدنيا كلها، وانا هنا في النادي كسبت 10 بطولات في 5 سنين. 10 بطولات في 5 سنين؟ طب ما انت عندك امام عاشور، دي البطولة الستة اللي كسب 6 بطولات. انت خليتهم 10 زي هما 2 كونفدرالية، واحدة سوبر، 2 دوري، 2 كاس، يعني هما 7 باين ولا 8، خليتهم 10. مش مشكلة، خليتهم 10 في 5 بطولات، يعني كل سنة بطولتين يا عم مش مشكلة. وخلاص اسم ارتبط بالزمالك وقفل المكالمة معاه. طب ده كلام حد يعقل؟ يعني انت عايز هتجدد لزيزو وزيزو هيجدد معاك، ايه دخل محمد رمضان وايه دخل الاهلي واحنا محتاجين زيزو مثلا عشان هو لعيب جامد ايوه وكل حاجه، ولو جه الاهلي اهلا وسهلا ويفيد اي فرقه، بس مش انا هجيبه ليه؟ يعني كده هاخد بيه الكونفدراليه؟ طب ما انا بلعب في دوري الابطال يعني، انا هجيبه اصل زيزو بياخد الكونفدراليه؟ طب ما انا ما بلعبش في الكونفدراليه اصلا، انا بلعب في دوري الابطال عشان اعلى من الكونفدراليه. لا اجيبه عشان اخد السوبر، ما انا كده كده هلعب السوبر عشان باخد دوري الابطال، فمش فارقه انا خسرت ماتش بضربات الجزاء او ما خسرت. دي مش فارقه كتير، يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش فارق كتير. ليه يعني انتوا بتدوروا على محمد شريف هيجي الزمالك ده هيضايق الاهلي؟ لا ده ما ضايقهمش، يبقى نخش ببيرسي تاو، هنجيب بيرسي تاو. ما انتوا بتاخدوا الحاجات اللي واقعه مننا، يعني احنا شريف احنا اللي مطلعينه، بيرسي تاو احنا اللي مش عايزينه. ياخدين في موضوع الشيبي، احنا ما قلناش عايزين الشيبي، يعني الشيبي جامد وكل حاجه، ما احنا لو جبناه هتقولوا فين مبادئ النادي الاهلي؟ ده انتوا جبتوا الشيبي. ما هو الشيبي بقى اتشتم وانضرب، يعني ما شتمناش ولا ضربنا ولا قل ادب عليه، احنا اللي قلنا ادبنا عليه، صح زي ما انتوا بتقولوا. فحتى لو جه انتوا هتمسكوها من دلوقتي. فين المبادئ؟ انتوا بقى فين الوطنيه والكرامه؟ يعني انتوا اول ما تخش من نادي الوطنيه والكرامه، فين الوطنيه لما رئيس واحد من الاعضاء بتاعكم ولا مدير مشرف على الكوره عندكم طلع وقال مش هنودي لعيبه المنتخب؟ الناس بتقول لا ده بيدرس الموضوع ده ما ينفعش يجي في دماغه اصلا، يدرس ايه ويضم ايه وغلط ايه وكده، ما ينفعش يجي في دماغه. والناس بتطبل له، يعني انت الناس دلوقتي مطلعه صوره بتاعة رئيس النادي وان هو هيرفع قضيه على يعني الناس كلها موافقه على كلامه. طب على اساس ايه؟ ان انتوا مظلومين؟ هم خدوا، يعني انتوا كنتوا كام واحد؟ يعني انت واخد عواد، واخد حسام عبد المجيد، واخد دونجا، واخد ناصر ماهر، يعني واخد 4 من الاهلي، واخد كام برضه؟ ما هو الشناوي ومصطفى، كوكا، ومن تاني، عمر كمال وطاهر. واخد من عندك 4 ومن عندنا 5. كان بيتكلم ان اللعيبه مترش، يعني فرق واحد مش مشكله. عندك لاعب دونجا كان احسن واحد، طلعته احسن واحد في الماتش. لاعب ناصر طلعته احسن واحد في الماتش. يعني انت مشكلتك انه ما بياخدش ناس، ولا مشكلتك انه ما بيلعبش ناس، ولا مشكلتك ان لعيبه الاهلي هي اللي بتتكرم؟ مش مشكلتك ان الزمالك مظلوم اعلاميا، مع ان كل الاعلاميين زملكاويه؟ يعني هات لي واحد غير شوبير وبيطلع في النادي، يعني دلوقتي الحمد لله هو بيطلع في النادي الاهلي، ما بقاش على اونو ولا اي حاجه، يعني هو دلوقتي في النادي الاهلي المفروض يبقى اهلاوي. انتوا بقى عندكم مين؟ خالد الغندور، اسلام صادق، ابراهيم عبد الجواد. ابراهيم فاق كمان لما طلع زملكاوي في الماتش بتاع السوبر لما زعل ان شيكابالا ضيع ضربه الجزاء. مين تاني؟ مهيب زملكاوي، كلكم زملكاوي، يبقى فين مظلوم اعلاميا؟ يعني انتوا الاعلاميين كلهم زملكاويه. معرفش والله نعمل لكم ايه تاني.